هل عمرك حسيت إنه دماغك ضدك؟ بتفكر كتير، بتقلق على حاجات ما حصلتش، بتحس إنك مش فاهم نفسك. في الفيديو ده هنتكلم عن 5 حقائق نفسية لو عرفتهم ممكن تتغير نظرتك لنفسك وللحياة. دماغك بتحميك أكتر ما بتسعدك. دماغ الإنسان مخلوق علشان يحافظ عليك، مش علشان يخليك سعيد. علشان كده دايما بتديك تحذيرات، خوف، توتر. كل ده اسمه آلية البقاء. بس المشكلة إنها ساعات بتبالغ وبتحول كل حاجة لضغط. 2. المخ بيكرر الأفكار السلبية أسرع من الإيجابية. في حاجة اسمها التحيز السلبي، يعني دماغك بيفتكر الشتيمة أكتر من مدح، وبيفضل يعيد لحظة إحراج حصلت من سنة. وده طبيعي، بس محتاج وعي علشان توقفه، مش علشان تلوم نفسك عليه. 3. العقل مش بيفرق بين الحقيقة والخيال. لو فضلت تتخيل سيناريو سلبي، جسمك هيتفاعل كأن فعلا حصل. ضربات قلبك هتعلى، نفسيتك هتتعب. علشان كده مهم تراقب خيالك، لأنه سلاح ذو حدين. 4. الإحساس بالوحدة مش دايما معناه إنك لوحدك. ممكن تكون وسط ناس وتحس إنك فاضي. الوحدة الحقيقية ساعات بتكون قلة فهم، مش قلة ناس. اسأل نفسك، مين فعلا بيفهمني، مش مين حواليا. 5. الضغط مش دايما عدوك. شوية ضغط ممكن يكونوا دافع مش عائق. في نوع اسمه الضغط الصحي، هو اللي بيخليك تتحرك وتنجز. المشكلة لما يبقى الضغط دايم، ساعتها لازم توقف وتراجع نفسك. لو وصلت النهاية فده معناه انك بتحاول تفهم نفسك اكتر، وده في حد ذاته خطوة كبيرة. افتكر دايما، دماغك مش عدوك، هي محتاجاك تكون واعي ومتصالح معاها. لو عجبتك المعلومات اعمل لايك وشارك الفيديو مع اي حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده. ولو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش الاشتراك او الفولو على حسب انت بتتفرج عليا فين. وسلام.